السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا للسردين، طريقة كده حلوة ومختلفة وبجد هتعجبكم جدا. تعالوا كده على طول نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده هجيب الكبة وأحط فيها كده شوية من الكزبرة الخضراء. عندي كمان فلفل أخضر، ممكن تستخدموا فلفل ألوان هيبقى حلو جدا. معايا كمان كده شوية حلوين من التوم، وهضرب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا لحد ما ينعم معايا. خلاص كده بعد ما ضربته في الكبة بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى متقطع كده قطع صغيرة، مش عايزاه يوصل ان هو يبقى مية، يعني يبقى بالشكل ده كده. جبت بقى عليه كده شوية ملح وكمون وكزبرة وشوية من البابريكا. كمان معايا هنا معلقتين كبار كده من الخل، ومعايا عصير ليمونة كبيرة. وهقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده هيكون معايا السردين، انا منضفاه كويس كده، سبتلكوا بس اتنين اوريكوا انا عملت ايه. هاخد السردين كده بالشكل ده. ابدأ بقى اشيل الراس بتاعة السردينة كده، واشيل البطن اللي جوه دي كده، انضف كل الحاجات دي. وابدأ بقى كده افتحها من النص بالشكل ده. افتحها كده واشيل بقى الشوكة اللي في النص دي. ابدأ اشيلها كده تطلع معايا بكل سهولة ومفيهاش اي لحم خالص. ابدأ افصلها بالشكل ده. ولو في اي شوك بقى كده في الحروف دي كده ببدأ اشيلها كده بالراحة. وخلاص كده السردينة اتنضفت معانا وبقت بصوا زي الفلة كده. هعمل بقى معاكم دي كمان، بصوا طريقته سهلة جدا وبيتنضف معانا في ثواني، ما بياخدش وقت، يعني لو قدامك كمية كبيرة هتخلصيها بصوا في وقت قليل جدا. هشيل بقى اي شوك صغير كده، بصوا بتطلع معايا بسهولة. والناس اللي ما بيهمهاش يعني وبتاكل على طول ممكن تخلي الشوك الصغير ده، مش هيجرى حاجة. سمعت دكتور كده من فترة كان بيقول ان السردين بيتاكل كله كده بالشوك بتاعه، لان الشوك ده بيبقى مفيد. فمش عارفة بجد الكلام ده صح يعني ولا لأ. اخدت بقى السردين كده زي ما انتوا شايفين، وبحط شوية من التتبيلة اللي احنا عملناها دي كده. وبحط شوية حلوين، يعني زودوا كده وكتروا علشان بتبقى طعمها حلو جدا في السردين. وباخد بقى التانية وبحطها فوقها كده، بيبقوا الاتنين ماسكين على بعض. خلصت بقى بقية الكمية، وبقية التتبيلة اللي هتفضل معايا بحطها على وش السردين كده، علشان يبقى طعمه حلو كده. فبتبل السردين من على الوش كده واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة في التتبيلة دي. وبعد كده بسويه على طول. بعد كده جبت معاه شوية من السميد اللي هو بتاع البسبوسة، وحطيت عليه نص معلقة كبيرة كده من البابريكا. وهقلبهم مع بعض كده كويس. هاخد بقى كده السردين واحطه بقى في السميد كده وابدأ اغلفه بالشكل ده. السميد هيدي قرمشة حلوة جدا للسردين، وكمان البابريكا اللي احنا حطيناها على السميد هتديه لون حلو جدا برضو للسردين. تخليه ياخد لون احمر كده ويبقى حلو. بغلف كويس جدا بالشكل ده، وجبت الصاج بقى اللي انا هسوي فيه ده. دهنته كويس جدا بالزيت كده علشان السردين ما يلزقش معانا في الصاج. هنا بقى السردين بيبقى طعمه زي السردين المقلي كده، بس من غير زيت كتير. يعني هياخد معانا حوالي معلقتين كبار من الزيت. لو طبعا هنقلي في طاسة وكده فبياخد كمية زيت كبيرة، واللي بيفضل طبعا بيترمي، مش بينفع نستخدمه في اي حاجة تانية. بعد ما خلصت السردين كده ببدأ احط على وشه كده شوية زيت. مش بكتر خالص الزيت، يعني حوالي معلقتين كبار حطيتهم على الكمية دي كلها. هاخد بقى كده السردين وادخله الفرن على درجة حرارة عالية. بولع من تحت ومن فوق، وبدخل الصينية دي في الرف كده الوسطاني. طبعا اول ما بتاخد لون من تحت بروح قلبة السردين على الجنب التاني، علشان تاخد لون كمان احمر حلو كده. وهنا بعد ما استوت شايفين الجمال، شايفين الحشوة بتاعته عاملة ازاي. بجد بجد تحفة، لازم تجربوها تاكلوها بقى كده كلها على بعضها من غير الشوك اللي بقولكوا عليه كله فوايد ده ولا اي حاجة. فاحنا بصوا احنا بنحب نزلط على طول، فوايد ايه وبتنجان ايه جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.